لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. انا سايق على الحفارة هاي شايفينها، بداوم عليها 12 ساعة باليوم. هذا البوكيت اللي انا واقف جنبه تقريبا 7 طن. انا طول الليل وانا احمل فوسفات بالقلابات هاي. هذا التريكس حمولته تقريبا 100 طن. انا عشان احمل البوكت الواحد بدي تقريبا 10 ثواني او 15 ثانية. فانتوا تخيلوا يعني لما بكون طول الليل قاعد بشتغل وبحمل الفوسفات هذا والحكومة بتبيعه ومش عارفين وين بتروح بحقه. وين بتروح المصاري؟ الأردن مش فقيرة، الأردن مش فقيرة، الأردن غنية، غنية بالفوسفات تبعها، غنية بالتراب تبعها. يعني هاي نعمة من الله وربنا يبارك لنا فيها. بس انه احنا كمواطنين كشعب أردني ما بنشوفش المصاري هاي وين بتروح. وين بتروح؟ بحكوا لك علينا دين بلاوي. طب وين بتروح المصاري؟ انا الي 7 سنين شغال بالشركة هاي، وكل يوم يعني اقول لك البوكت هذا اللي قاعد بحمله قول 50 دينار ماشي. طول الليل وانا بعد خمسينات، بعد خمسينات. وين المصاري بتروح؟ عن جد وين المصاري بتروح؟ ليش الأردن هيك صاير فيها؟ ليش الناس ماكله هوا؟ ليش الناس مش ملاقي حق خبز؟ ليش الضرائب؟ ليش الجمرك على السيارات؟ ليش الحياة هيك عنا بالأردن؟ ليش؟ مش عارف. هذا الفوسفات شايفينه؟ هذا أغلى إشي بالأردن، أغلى إشي بالأردن هذا. زيه زي النفط بالنسبة للسعودية وللخليج. بحكي لك في مواد، بيحكوا إنه في مواد بيستخرجوها منه، يعني مش عارف قديش، بس يعني على ذمتي اللي حكالي إنه في تقريبا 70 مادة بيستخرجوها من الفوسفات. بحطوا منه على الدواء، بحطوا منه على البيبسي، بصنعوا منه أسمدة، حمض فوسفوريك، أبصر إيش. إذا بالفعل والله مرة قريت على علبة بيبسي المكونات، لقيت إنه في حمض الفوسفوريك فعلا. يعني الفوسفات هذا قديم بحطوا منه على البيبسي وعلى مليون سلافة. يعني كثير غالي هذا الفوسفات. إجبال من الفوسفات. أرض على مد عينك والنظر، صحراء على مد عينك والنظر كلها فوسفات. وين حقه بروح مش عارفين. والله العظيم ما احنا عارفين وين بتروح المصاري. وليش الشعب الأردني ماكل هوا. مش عارف الواحد قد ما عنده حكي مش عارف كيف بده يبلش ومن وين بده يبلش وشو بده يحكي. التريلات طول النهار وطول الليل وهي تركض على العقبة، والعقبة كل يوم بتطلع باخرة او كل يومين بتطلع باخرة، بتطلع على الهند وبتطلع على ابصر وين، تنباع بملايين. انا ماشي على ملايين، هسه ماشي على ملايين. بس وين الملايين هاي بتروح مش عارفين. انا دققت كثير على كلمة وين بتروح الملايين، لانه عن جد يعني سؤال ما حداش عارف له جواب. وين بتروح الملايين؟ آليات عملاقة طول الليل وطول النهار تشتغل، وموظفين بتتعب وبتشقى عشان تطلع الفوسفات هذا، وبالاخر ولا بنشوف اشي. مش عارف شو بدي احكي صراحة. يعني هذا ايش؟ الهنود كانوا ياخذوا من عندنا فوسفات، يشتروا من عندنا فوسفات. فاخر شيء ملوا من الموضوع. يعني قالوا تعالوا بدنا نضلنا نشتري فوسفات من الاردن، او بدنا نضلنا نشتري حمض من الاردن عشان نعمل الاسمدة.
فقاموا شو عملوا قد ما هم ناس بتفهم، قاموا المزارعين اللي بالهند لموا حالهم تجمعوا تمام وحكوا طب احنا ليش مثلا ما نلم لمه مننا كل واحد يدفع شوي ونفتح مصنع اسمده بالاردن. والله عجبتهم الفكره وفعلا فتحوا مصنع جفكو، هيو موجود بالمنجم تقريبا على بعد 15 كيلو 20 كيلو من هون. يعني احنا شركتنا ماشي شغلها بس انه تطلع كل يوم 5000 طن فوسفات لهذا المصنع، غير اللي بروح على العقبة، غير الشركات الثانية، غير منجم الحسا، غير منجم الابيض. انا قاعد بحكي عن الشدية بس، على منجم الشدية. فانتوا تخيلوا معي يعني قديش الموضوع مهم. وعن جد انه السؤال يعني وين بتروح المصاري؟ وين بتروح؟ مش عارفين. وبالنهاية بنرجع بنقول الحمد لله على نعمة الامن والامان ببلدنا الاردن، والله لا يحيدنا لحدا ماشي، وان شاء الله انه الله بفرجها علينا ومنصير زينا زي هالناس الثانية. والله اعلم عاد ننكحش من الشغل بعد الفيديو هذا ولا لا، ولا يضيع فينا المضيع عشان نحكي هاي الشغلات. والله يستر ويعطيكم العافية. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.